الست شهور اللي فاتوا الحمد لله نجحنا في توفير أكثر من 140 مليون جنيه الحمد لله من مصروفات اتحاد الإذاعة والتلفزيون. الحمد لله كان هذا الاتحاد بيصرف مرتبات شهرية بتصل إلى 250 مليون. بدأنا نخفض في هذه المصروفات، بدأنا ب 20 مليون 22 مليون، آخر شهر الحمد لله وصلنا ل 26 مليون. نجحنا الحمد لله في توفير 140 مليون. نجحنا الحمد لله في تسديد 61 مليون جنيه لوكالات أنباء ولشركات إنتاج ووكالات صور وخلافه. الحمد لله يعني زي ما أشرت إن احنا بنركز على الارتقاء بالإعلام المصري حتى يكون معبرا عن الشعب المصري، وحتى يكون إعلاما مهنيا موضوعيا محايدا يتسم بالمصداقية والموضوعية. ركزنا على جانب التدريب، الحمد لله عملنا عدة دورات تدريبية ومستمرين في الجانب التدريبي. بدأنا أيضا نهتم بصورة أكبر بالأشقاء العرب والأشقاء الأفارقة. عقدنا عدة اتفاقيات مع بعض الأشقاء العرب. كذلك احنا بكرة هنخرج الدورة الرابعة خلال الستة أشهر الأخيرة لمعهد التدريب الإفريقي. وزي ما أنا أشرت في كلمتي سابقا إن احنا دربنا 98 زميل إفريقي إعلامي وإذاعي وصحفي من 36 دولة إفريقية. احنا بصدد الآن الحمد لله إن احنا ننقل ما تبقى من استوديوهات مؤجرة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى مقر مسبيرو، لأن اكتشفت إن احنا كنا بنأجر ب 32 مليون جنيه داخل مدينة الإنتاج صحيح. الإعلامي عبارة عن استوديوهات ومخازن ومكاتب صحيح. إدارية. قمنا الحمد لله في الفترة الأخيرة ببناء مخازن ستفتتح خلال أسابيع. قلصت عدد الاستوديوهات المؤجرة نزلت ل 12 مليون. بدأنا ننشئ 3 استوديوهات في الدور العاشر على النيل. احنا ما عندناش اي استوديو يطل على النيل الا هذا الاستوديو للاسف الشديد، وهذا استوديو صغير. فاحنا دلوقتي بننشئ 3 استوديوهات على النيل. اول امبارح جات لنا لجنه من كليه الهندسه، خاطبت كليه الهندسه عشان نشوف مدى امكانيه تحويل بعض المكاتب الاداريه المطله على النيل الى استوديوهات، والحمد لله اعطونا استشاره هندسيه ان احنا نقدر نحولها الى استوديوهات. ولعله يعني من الاشياء الجميله ان اللجنه اللي جت عينت فيها نجل الاستاذ الكبير المعماري المهندس الدكتور محمد هلال اللي انشا مبنى مسبيرو سنه 60. ابنه الاستاذ الدكتور سامح هلال ان شاء الله يكون امتداد كان في اللجنه بالتاكيد. هو انشائي كبير، استاذ في كليه هندسه. جه هو والاستاذ الدكتور شريف ابو المجد واعطونا فتوى او استشاره هندسيه ان احنا نقدر بالفعل نحول بعض المكاتب الإدارية إلى استديوهات. فإن شاء الله